راهو هذايا ما هو في مصلحه حتى انسان. كان باش نجي نقول تونس فيها البترول، معناها علاش؟ شنو باش تزيدني وشنو باش تنقصني؟ سامحني خليل، معناتها باش نذكر برشا ناس اللي بعد ما عملت اللي توا روبورتاج واللي كشفت فيها الحقيقه نتاع البترول وتكلموا فيها برشا خبراء وعملوا برشا ندوات صحفيه. انا شخصيا راهو تعدت للتهديد والسب، هذا راهو ما يضاعفنيش، راهو باش يكون في علمك. كان باش تحبوا انتم تسرقوا البلاد على قبري، ما دامني حي ما باش تقعد لكم بالمرصاد، باش يكونوا في علمكم. انا كتونسي نغير على بلادي، مانيش معناتها باش ندافع على مصالح اسرائيل ولا امريكا، ندافع كان على مصلحه التونسي. معناتها تونس الاجيال الجايه كان ما جاتش صغار، انا مازلت عازب، كان ما جاتش صغار معناتها يجيو صغاركم انتوما، فهمني؟ معناتها باش نقول رساله مباشره، خاطر ما شفتك التهديدات اللي جاتنا معناتها كسور من برشا، ما نحبش خاطر معناتها نسميهم بالنسبه لي انا كان باش نسبهم، انا ما مش لازم. المهم معناتها باختصار شديد، معناتها المشكله هذيا يلزم الناس الكلها تفيق بها، وسورتو خاصه الملتي ميديا اللي معناتها تحس روحها عندها نزاهه تفضل تحكي على الموضوع هذايا بكل نزاهه بكل شفافيه. ومن بعد الراي العام يلزم يعرف راهو اللي نعمل فيه هذا ماهوش مزية، راهو حقك يا تونسي، حقك انت باش تكون معناتها بكرامتك وبعزك معناتها ما تقوليش معناتها تدخليش في مواضيع معناتها هذا سلفي وهذا سني، هذه ماهيش مشكلتنا احنا، هذه مشكلتك انت الخاصه. يهودي معناتها مسيحي مسلم، هذيك ديانتك هذيك حتى حد ما يتدخل فيها. المهم تذكر روحك كتونسي معناتها باش من نهار اخر كي تلقى بلادك لاباس عليها حتى لوروب تمشي لها بلاش فيزا، يوليو هما يدخلون بالفيزا، نوليو احنا نجيبوا وليد العامله الاجنبيه نخدموهم عندنا نحن، مش هما يخدموهم معناتها يخدمونا ويذلونا عندهم هما، فهمني؟ معناتها هذاك الكل قاعدين يستغلوا في معناتها الموارد البشريه نتاعنا بالكفاءات اللي عندنا. معناتها انت شفت في لندن معناتها شفت القسوات. نحب نقول لكم، سامحني نقصي على كلامك، انا نحب نقول لكم يا توانسه اخر ميساج هذايا باش نقوله لكم. انا شوفوا راهو البترول موجود، وراهي تونس غنيه، ورانا ما نستحقوا بالحق لحتى حد، راهو عنا اللي يكفينا وعنا اللي يخلينا نحن نكونوا كيف ما حلمنا وحتى اكثر. انا نحب نقول لكم حاجه، موضوع البترول موجود منه، موضوع النفايات النوويه موجود منه، اللي جبد عليه بن عرفه وبدا يثبت زاد هالايامات هذيا، كل مره قاعد يثبت لي النفايات النوويه هذيك موجوده. محمد جبد لكم على البترول، بن عرفه جبد لكم على النفايات النوويه، وجبت لكم قبل على 750 مليار اللي يكذبوا فيها وما يكذبوش فيها. عاملين لعبه مقسومين، جماعه النهضه جماعه تكذب وجماعه طالبكم كوا يقولوا ليه هي راهو ما ثمش منها لكن لازمها تكون موجوده. عاملين لعبه مع بعضهم. قيس بن علي سيبوه لكم وكيف كيف عديتوا الوطنيه، اسكو لها الدرجه الوطنيه ترتكب حماقه ويعديوا قيس بن علي ويقولوا راهو تسيب، ومن بعد يجي الناطق الرسمي بوزاره العدل يقول لا ما تسيبش. معناها ولاو يلعبوا بينا، عاملين كيما الكوره في الوسط، وجماعه من هوني وجماعه من هوني، وواحد يجبد منا وواحد يجبد منا. اي فوالا، معناتها حاجه من الحاجات اللي كل مره يجبدوا موضوع باش باش يلهيوكم في اللي بيه الفايده. بالضبط. انا نحب نكمل نقول لكم حاجه بركه يا جماعه، يا تونسي يا تونسيه، كو سوا صغير كبير، مهما كانت الديانه، مهما كان التوجه، مهما كان الحزب نتاعك، هذه ثم حاجه تجمعنا اللي هي رايه الوطن. لازمنا كلنا نتلموا ونطالبوا. شوف ثم مطالب على قد ما نختلفوا، على قد ما كل واحد يغزر الجهه، لكن ثم حاجات نتقابلوا فيها في الوسط. انه يكون بلادنا غنيه وتكون عندنا موارد طبيعيه كبيره على الاخر اللي تخلينا كنا لاباس علينا، هذا ما نتخيلش مطلب باش يعاكسوا تونسي مهما كانت الاختلافات نتاعو. انه تكون ثم النفايات النوويه اللي تقتل في التوانسه، واللي كيف ما قال بن عرفه قاعده باش توصل للناب نتاع المال، واللي اللطف يا ربي نشربوا في الكونسير. ما نتخيلش كيف مهما كانت التوجهات نتاع التوانسه انه ثم عبد هذا يقبلها ولا يرضى بها. ال 750 مليار تعويض وقت اللي ثم عباد ميته بالشر، وثم عباد امنيتها صغير اللي شفتوه في الفيديو قالوا له شنو امنيتك؟ قال له انا امنيتي صباط وكراس وستيلو. ما نتخيلش هذايا ثم انسان زاده يقبلها، يقبل انه ثم عباد قاعده عايشه لاباس عليها وتزيد تتعوض بالفلوس، الورك ثم عباد قاعده تموت بالشر. ثم حاجات يا توانسه تقعد تلمنا مهما باش نتفرقوا، زيد ثم حاجه العرق الدم باش يجبدنا في حاجه اللي هي مصلحه تونس. لازمنا نقفوا للحاجه هذه. انا اليوم جيت الخويا محمد اللي قلت لكم انا نتشرف وبقدره ربي نقفوا معاه على خاطر هو واقف معانا ويقف لنا بمطلب شعبي هذا. انا نقف معاه والتوانسه الكل ان شاء الله نقفوا معاه ونقفوا له المطلب هذايا ونحقوه، ويزيوا بلا تكذبوا ويزيوا بلا منين السورس ومنين السورس. فركس انت على السورس، انا هاو باش يعطيكم محمد بقدره ربي بعد السورس اللي هو فركس عليهم واللي هو تعب بجيبهم، هاو باش يحطهم لكم زاده في الفيديو بقدره ربي من بعد. ولكن يزيوا من السبان الراجل
ويزيو كيف ما سبيتوني انا وسبيتوا بن عرفه وسبيتوا المعارضين الكل وسبيتوا يزي. جينا للمرحله اللي توا ما عادش فيها، وصلنا الباب اللي اذا تحلوا يا باش نمروا بيه لتونس ما خير، يا يقعد هكا الباب مسكر ونقعد ما بين 4 حيوت حتى لين كل واحد يجي ربي يهز الامانه نتاعو، وتقعد الجينيراسيون افنير الكل محصورين ما بين 4 حيوت. والخاسر الاكبر شكون؟ الخاسر الاكبر هي تونس، تونس اللي هزتنا، تونس اللي تربينا فيها، تونس اللي عنا اللي سوفينير فيها، تونس اللي تنجم تكون خير من هكا، اللي كي تمشي انت لبرا يقول لك انت منين؟ تقول له من تونس، يتخيلها جمل وصحراء. انت تنجم تخليه الانسان هذاك يتمنى يجي لتونس، وانت كل تشوف تقبلوا ولا ما تقبلوش من اي ناسيوناليتي هو يكون. انا هذايا رسالتي ليكم يا توانسه، وان شاء الله تتفاعلوا معاه الحاجه هذيا، وراهو ابري تو هذايا حقك قبل ما يكون انا حقي، وهذايا الطلب به انت قبل ما توفره لك الحكومه. واخر حاجه نعاود نقولها، اللي الحكومه هذيا عمرها ما باش توفرها لك، على خاطر اي حكومه باش تجي، الحكومه هذه ولا اللي قبلها ولا اللي باش تجي، باش تضمن بلاصتها لازم تعطي البترول هذايا لامريكا وتنحيه لشعبها. دونك يا تونسي اضرب على بلادك، اضرب على شعبك، واضرب على رزقك، على خاطر اذا انت ماكش باش تضرب عليه، لا الحكومه باش تضرب لك عليه، لا البراني اللي قاعد ينحي لك في رزقك هو اللي باش يضرب لك عليه. هذه كلمتي انا الاخرانيه، ونخلي محمد معكم. بون اخر حاجه باش نقولها توا، وهذا رسالتي للمجلس التاسيسي وكل الوزراء وكل معناتها المسؤولين في البلاد هذايا. انا نحذركم الناس الكل واحد على خاطر توا الشعب نهار اللي باش يتلم ويقول لكم ديجاج، وقتها يقول معناتها الكلمه كيما قالها بورقيبه سي ترو بو سي ترو تار. هذا ايش نقول لكم هذايا ما معناتها ديجا في الروبورتاج اللي عملناه مع بعضنا سي خليل ومعكم محمد امين، ماناش ساكتين في حق تونس. تصبح على خير. السلام عليكم.